عامل ايه؟ مستر عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله. مستعد؟ مستعد. يلا بينا نبدا. يلا. خليني اسالك سؤال عشان نبدا بيه حصه النهارده. لو انت راكب اتوبيس وماشي بسرعه وفجاه وقف، ايه اللي بيحصل لك؟ بقعد قدام. حلو. حاجه تانية، لو انت راكب عربيه وهي ماشيه فجاه حودت يمين، ايه اللي بيحصل لك؟ بقى شمال. تقع شمال. ايه بقى التفسير ده كله بالنسبه لك؟ لا ما اعرفش. تعرفش. وده هيكون موضوعنا النهارده عن حاجه اسمها الكسور الذاتي. ايه بقى تعريف الكسور الذاتي؟ الكسور الذاتي هي خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. أي أن، ركز بقى معايا كده، أي أن أي جسم مادي لا تتغير حالته من السكون إلى الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته. طبعا يا مستر طبعا. امال. أنا عارف إن الموضوع معقد ومجعلص، عشان كده هبسط لك الموضوع من خلال التجربة دي. عندنا كوباية وعليها كرتونة وفوقها عملة معدنية، ولكن خليني أسألك سؤال، العملة ديت بالنسبة لك ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. ساكنة. عايزك تحرك الكرتونة بالراحة، بس قبل ما تحركها بالراحة تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هتقع. طب ماشي، خلينا نجرب. في الحالة ديت لما سحبنا الكرتونة بالراحة العملة اتحركت مع الكرتونة، لأن الكرتونة نفسها بدأت تأثر على العملة. ففي الحالة ديت العملة كانت حالتها ساكنة، ولكن أثرنا عليها بقوة خارجية فحالتها اتغيرت. خلينا بقى نكرر التجربة ديت، بس هنغير حاجة بسيطة. حرك الكرتونة بسرعة جدا. الله ينور. اما هنا بقى الكرتونه اتحركت بسرعه جدا، اصلا ما لحقتش تاثر على العمله، وبالتالي العمله فضلت على حالتها ساكنه في مكانها. ودلوقتي احنا ممكن نعمل نفس التجربه واخطر واكبر شويه. تعملها معايا؟ تخيل معايا. وكده احنا خلصنا حصتنا، وجاء وقت سؤال اخر الحصه. تفتكر مين من العلماء صاحب مبدأ الكسور الذاتي؟ لو انت عرفت الاجابه اكتب لنا في الكومنتس، لو الحصه عجبتك شاركها مع اصحابك عشان هم كمان يستفيدوا، واستنونا الحصه الجايه. حلو والله، حلو.